النهاردة هنتكلم عن علم بنستخدمه في كل تفصيلة في حياتنا من غير حتى ما ناخد بالنا. عارف لما تيجي تقول إن 70% من الناس بيحبوا الشاي أكتر من القهوة، أو لما تيجي تقول إن 3 من كل 5 تم إصابتهم بفيروس كورونا، أو لما تيجي تقول إن 30% من طلبة الجامعات هيعملوا كارير شيفت بعد التخرج، أنت كده بتتكلم بلغة الإحصاء، سواء اللي بتحاول توصف وتفهم الواقع أو اللي بتحاول حتى تبني استنتاجات واستدلالات خاصة بالمستقبل. الإحصاء ببساطة هي طريقتنا لفهم العالم اللي حوالينا عن طريق الأرقام، هي اللي بتساعدنا نجمع وننظم ونحلل ونعرض الأرقام بأفضل طريقة ممكنة عشان ناخد أفضل قرار ممكن. وده ظهر بشكل واضح جدا جدا أيام أزمة كورونا. ساعتها كانت الإحصاءات الخاصة بنسب الإصابات والوفيات هي اللي بتساعد الحكومات تاخد أفضل القرارات المتعلقة بفرض أو إنهاء حظر على منطقة معينة، أو بعد كده توزيع اللقاحات المتاحة على المناطق الجغرافية المعينة بناء على النسب دي. خلينا نقول لك مثال بسيط. لو انت شغال في شركة وبتحلل شكاوى العملاء بتوعك واكتشفت ان 80% من الشكاوى بتاعت العملاء متعلقة بالتوصيل، ساعتها القرار سهل وبسيط وواضح. هتاخد قرار بتحسين تجربة وسرعة التوصيل. بقرار واحد هتحل 80% من مشاكل العملاء بتوعك. قرار واحد هيقدر يحافظ لك على ارباح بملايين كانت ممكن تضيع منك. او تخيل انك مدير مستشفى ولاحظت ان في مشكله في وقت الانتظار في قسم الطوارئ، ساعتها جمعت البيانات وحللتها واكتشفت بقى ان 60% من الحالات اللي في قسم الطوارئ ما كانتش حالات طارئه فعلا، وكانت ممكن تتعالج عادي في قسم العيادات الخارجيه. فاخدت قرار بعمل نظام فرز مبدئي اكثر دقه عند الدخول. الحالات الحرجه هي بس اللي تدخل قسم الطوارئ. قرار واحد قلل وقت الانتظار في قسم الطوارئ بنسبه 40%. قرار واحد حسن من تجربه المريض، والاهم انه قرار واحد انقذ حياه ارواح. هي دي الاحصاء ببساطه. بس خلي بالك، مش كل رقم بتسمعه بيبقى حقيقي. في فرق بين رقم اتجمع بشكل سليم واتعمل له التحليل المناسب واتبنى عليه استنتاج دقيق، وبين رقم مبني على عينه صغيره او غير ممثله او تحليل متحيز. يعني بعد كده لما تسمع اي رقم لازم تسال نفسك اكتر من سؤال: الرقم ده اتجمع ازاي؟ العينه كانت قد ايه؟ هل العينه دي ممثله ولا متحيزه؟ اللي عاوزين نقوله ان الاحصاء مش علم بعيد عننا ولا عن حياتنا، ولا هو حاجه ممله ومعقده زي ما ناس كتير متخيله. بالعكس، هو اداه بتساعدنا على فهم الواقع والاستعداد للمستقبل وتحسين كل تفصيله في حياتنا.